ورحمة الله أصدقائي الأعزاء. نجح المنتخب السويسري في تأكيد تفوقه التكتيكي أمام الجزائر، محققا فوزا بهدفين دون رد في مباراة كشف خلالها عن شخصية متوازنة بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، بينما دفع المنتخب الجزائري ثمن إهدار الفرص وضعف استثمار الاستحواذ على الكرة ليودع المونديال من دور ال 32. دخل المنتخبان اللقاء بطريقة أداء واحدة هي 4-2-3-1، لأن الاختلاف كان في الفاعلية وجودة التنفيذ، إذ منذ البداية اعتمد المنتخب السويسري على التحولات السريعة واستغلال المساحات خلف ظهيري الجزائر، وهو ما أثمر عن الهدف الأول عن طريق بولو قبل أن يوجه دان توي الضربة القاضية مع انطلاق الشوط الثاني بهدف منح فريقه أفضلية. ورغم أن الجزائر كان الأفضل في الاستحواذ على الكرة، إلا أن هذا التفوق كان شكليا أكثر منه مؤثرا، إذ افتقد الفريق للسرعة في نقل اللعب والاختراق بين الخطوط، بينما نجحت سويسرا في تقليص المساحات وإجبار منافسها على اللجوء إلى الحلول الفردية والتسديدات البعيدة. وعلى الجانب الهجومي تفوق المنتخب السويسري في صناعة الفرص، كما أظهر الفريق جودة أكبر في استغلال أنصاف الفرص، وهو ما صنع الفارق الحقيقي في النتيجة. وكان خط الوسط السويسري بقيادة تشاكا ودينيس زكريا العنصر الأبرز في اللقاء، بعدما نجح في فرض الإيقاع وقطع العديد من الكرات وقيادة التحولات الهجومية بسرعة في الوقت الذي عانى فيه وسط منتخب الجزائر من صعوبة الربط بين الدفاع والهجوم، رغم محاولات نبيل بن طالب ورامز زروئي. ورغم التبديلات في محاربو الصحراء خلال الشوط الثاني، إلا إنها لم تنجح في تغيير شكل المباراة، إذ ظل المنتخب السويسري متماسكا دفاعيا وأغلق العمق بصورة مميزة، مع استمرار خطورته في الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. كما لعب الدفاع السويسري مباراة كبيرة إلى جانب تألق الحارس غريغور كوبيل، الذي تعامل بثقة مع المحاولات الجزائرية، فيما حافظ الفريق على توازنه. بينما افتقد المنتخب الجزائري الفاعلية في الثلث الأخير، ولم ينجح رياض محرز أو حسام عوار وابراهيم مازا في إيجاد المساحات الكافية داخل منطقة الجزاء، كما لم تستثمر الركلات الركنية والعرضيات بالشكل المطلوب لتعكس المباراة الفارق في النضج التكتيكي بين المنتخبين، إذ لم يحتاج المنتخب السويسري إلى الاستحواذ على الكرة لفرض سيطرته، بل اعتمد على التنظيم والانضباط والسرعة في التحول، وهي عناصر منحته فوزا مستحقا وبطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي. الخلاصة أن المباراة أكدت أن الفوارق التكتيكية والذهنية كانت حاسمة، وأن الخضر لم ينجحوا في مواكبة النسق العالي للمباريات الإقصائية، ما جعل الإقصاء يبدو نتيجة منطقية لمسار المنتخب الجزائري في البطولة، وهو ما انعكس على تعليقات الصحف العالمية. فصحيفة لو باريزيان أكدت أن المنتخب الجزائري ظهر عاجزا عن إيجاد الحلول الهجومية
أمام التنظيم الدفاعي السويسري، حيث عانى الفريق بشكل واضح في بناء الهجمات ولم ينجح في خلق فرص حقيقية تذكر. كما أشارت الصحيفة إلى أن الخط الخلفي كان تحت ضغط مستمر، ما كشف هشاشة في التمركز والافتكاك، في حين لم يتمكن رياض محرز من لعب دوره القيادي المعتاد أو إحداث الفارق في لحظات الحسم، وهو ما جعل الخسارة تبدو نتيجة طبيعية لأداء افتقد التوازن في مختلف الخطوط. بينما اعتبرت صحيفة ليكيب أن الإقصاء لا يرتبط فقط بهذه المباراة، بل يعكس نهاية مرحلة كاملة داخل المنتخب الجزائري، مشيرة إلى أن الفريق افتقد الثبات الذهني والتكتيكي في المواعيد الكبرى. وأضافت الصحيفة أن الجزائر دخلت اللقاء دون القدرة على فرض أسلوب لعب واضح، ومع مرور الوقت ازدادت صعوبة إيجاد الحلول في الثلث الأخير من الملعب، وهو ما جعل الفريق يفقد السيطرة تدريجيا أمام منتخب أكثر تنظيما وواقعية. وكانت نفس الصحيفة قد أشارت قبل المباراة إلى أن المنتخب الجزائري يعاني من عدم استقرار واضح على مستوى الأداء والاختيارات، وهو ما يجعله فريقا قادرا على تقديم مباريات قوية في لحظات، لكنه في المقابل معرض للسقوط بسرعة عند مواجهة ضغط المنتخبات الكبرى. هذا التذبذب في المستوى اعتبرته الصحيفة أحد أبرز أسباب صعوبة تطور المنتخب بشكل ثابت خلال البطولة. وفي تحليلات أخرى لوسائل إعلام فرنسية مثل RMC سبورت وفوت ميركاتو، تم التركيز على أن المنتخب الجزائري يملك مجموعة من اللاعبين الموهوبين، لكنه لا يزال يفتقد الانسجام الجماعي والهوية التكتيكية الواضحة. هذه المصادر اعتبرت أن الفريق يعتمد بشكل كبير على الحلول الفردية في لحظات معينة، في حين يغيب البناء الجماعي المستمر الذي يصنع الفارق في البطولات الكبرى، وهو ما يفسر صعوبة تحقيق نتائج ثابتة على أعلى مستوى. كما ركزت صحيفة ليكيب على إعلان رياض محرز اعتزال اللعب الدولي مباشرة بعد الخسارة أمام سويسرا، معتبرة أن المباراة كانت في متناول الجزائر، لكن الأخطاء الدفاعية كلفت المنتخب الإقصاء. ومن جهتها رأت الصحافة الإنجليزية أن الجزائر فريق قادر على تقديم لحظات جيدة خلال المباراة، خاصة في التحولات الهجومية، لكنه في المقابل يفتقد الاستمرارية طوال 90 دقيقة. هذا التذبذب جعله عاجزا عن فرض نفسه أمام المنتخبات المنظمة تكتيكيا، حيث يتم استغلال كل خطأ بسرعة، ما يكشف محدودية الخيارات التكتيكية عند تعقد المباراة. أما التحليلات الإسبانية فقد ركزت على غياب هوية لعب واضحة لدى المنتخب الجزائري، معتبرة أن الفريق يتغير من مباراة إلى أخرى دون نمط ثابت في البناء أو الضغط أو حتى طريقة التعامل مع الخصم. هذا الارتباك التكتيكي بحسب هذه القراءات يجعل المنتخب قابلا للقراءة بسهولة أمام المنتخبات الكبيرة التي تعرف كيف تستغل هذا النوع من الغموض داخل أرض الملعب. وأعلن رياض محرز نجم محاربي الصحراء اعتزال اللعب الدولي بعدما أخفق منتخب بلاده في عبور سويسرا، وقال أن الهدف كان الترشح. ربما كانت مباراة في المتناول، لكننا قبلنا هدفين بعد أخطاء، وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة. وبالحديث عن إيجابيات المشاركة في كأس العالم في هذه النسخة، قال محرز: دائما ما تكون هناك إيجابيات، تخطينا المجموعات
وبالغنا الدور التالي، كنا نستحق الأفضل لكننا نقبل أهدافا كثيرة. وقال أن هذا يعتبر آخر ظهور لي مع المنتخب وليس كأس العالم فقط. ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ عام 2014 وسجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدف. في النهاية هارد لك للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري، وكل التوفيق في قادم الاستحقاقات، وإلى اللقاء.